يا مساء العسل، مساء الهنا، مساء الجمال، مساء الرضا عليكم. النهارده معانا كده يا ولاد تورتايه صغنطوطه كده من محشي ورق العنب. النهارده هقول لك على تريكات بسيطه خالص خالص ممكن تفوت اي واحده مننا وهي بتحشي. عشان كده في مننا ساعات محشي ورق العنب بتاعهم بيطلع زي العسل وزي السكر وطعمه حلو جدا جدا، لكن في الشكل كده ايه، بيقول لك العين بتاكل قبل البطن. فتركات بسيطه خالص هتعملي المحشي صابع صابع ما يخرجش منه ورق العنب، وكمان الخلطه بتاعت محشي ورق العنب والبتنجان يا جماعه تطلع رهيبه. وبصوا ريحتها هتجيب اخر الشارع بدون اي افتكاسات واي بهارات زياده في قلب المحشي. عايزه اقول لكم ان انا دقت محاشي كتير قبل كده، بصراحه هي بيبقى متعوب فيها وزي العسل وطعمها حلو جدا، ولكن بيبقى فيها طعم كده بارز وطعم. لا، انا عايزه اكل محشي 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 مصري صافي. ساعات البهارات كتير بتغير طعم المحشي، بتوديه في حته تانية كده، تحس انك لا انت مش بتاكلي محشي، انت بتاكلي خلطه حاجه، خلطه رز. انما المحشي بتاعنا عشان يطلع معاكي زي العسل كده ومحشي مصري مصري اصيل على ابوه، بالبهارات بتاعتنا العاديه خالص بدون اي افتكاسات. طب تعالي نشوف خلطه المحشي بنعملها ازاي. الف ب خلطه محشي، بنقوم مقطعين بصلتين كبار كده او بصلتين حلوين، وانا نزلت عليهم بنص قرن من الشطه او الفلفل الحامي، وده على حسب الرغبه بتاعتك. بحب ابتدي المحشي بتاعي بالزيت، مش بحب ابتديه بالسمنه البلدي او باي حاجه. لو عندك دهن ليا او دهن بط او اي حاجه ممكن تعمليه برده كده. في الاخر بقى لو عايزه تحطي على المحشي من الوش كده معلقه سمنه بلدي، اوكي تمام. انما بتبتديه معايا ببتديه بالزيت، بيبقى حلو جدا جدا وجميل. بعد ما قطعت البصل والفلفل نزلت عليه بفص توم كده كبير محترم وقطعته، ممكن تدقيه ممكن تقطعيه اي حاجه على حسب رغبتك. وكان معايا شفشق طماطم ضربته، ونزلت على الخلطه بتاعتي دي، وانا بسيب المحشي بتاعي يتسبك. في ناس بتعمل المحشي ني في ني، مفيش اي مشكله، بيبقى طعمه جميل وزي العسل برضو، ولكن انا المحشي بتاعي بحب اسبك له. بسيب الصلصه كده تاخد وتدي مع بعضها لحد ما تتسبك خالص. طب بعرف منين؟ الاول هقول لكم انا تبلتها بايه. تبلتها بملح وفلفل وكمون وبس، ما عنديش اي افتكاسات تانية في المحشي. عايزه تحط شويه كزبره ناشفه تمام، مفيش اي مشكله، احنا كده كده في الخضره بتاعتنا بنحط شبت بقدونس كزبره او شبت وكزبره بس. عايزه تحط شويه كزبره ناشفه تمام. ما بحطش بقى ولا قرفه ولا جنزبيل ولا بهارات محشي ولا بهارات مشكله ولا الكلام ده. اعرف منين ان الصلصه بتاعتي اتسبكت يا ناهد؟ الايدام بتاعها بيخرج على الوش زي ما انتم شايفين كده. يعني ايه الايدام بتاعها؟ يعني السمنه او الزيت او الدهون اللي انت حطاها، بتلاقيها الصلصه كده احمرت والباقي طلع على الوش فوق. خلاص هنا هطفي عليها خلاص، هقلب كده الرز في قلب بعضه. هنا بقى هنزل بالخضره بتاعتي واكون مطفيه النار على الرز بتاعي. تمشي كده المعلقه يمين وشمال يمين وشمال، هتلاقيها ما بتنزلش معاكي ميه، يبقى كده الخلطه بتاعتك ناجحه 100%. المحشي ما بينزلش ميه يا جماعه، خلطه المحشي اللي تلاقيها منزله ميه كتير دي بتبقى لا، عايزه تسبك شويه عن كده، او ما بتبقاش لطيفه وظريفه يعني بصراحه. انما الخلطه اللي متشربه ميتها ومتشربه صلصتها وكل حاجه، بتكون دي الخلطه الناجحه والجميله، تعملي بيها بقى اي حاجه. محشي الورق عنب، محشي بتنجان، محشي اي حاجه، حتى محشي الممبار ممكن يتعمل بالطريقه دي. نيجي لسلق الورق العنب بقى. انا كنت مسخنه ميه على النار وحاطه فيها معلقه زيت كده، ونزلت بالورق العنب بتاعي. الورق العنب بتاعي بعد ما يطلع من الميه المغليه ما بيقعدش دقيقه يا جماعه. بعد ما اخلصه بشطفه كده شطفتين تحت الحنفيه وبس، مش بشطفه الاول. عادي عايزه تشطفيه الاول مفيش مشكله، بس انا عشان كنت مطلعاه من الفريزر يعني هسيبه على النار شويه هيتسلق الاول وبعدين اشطفه تحت الميه ويبقى جاهز معانا كده. لازم تحطي كده معلقه زيت او معلقتين زيت في قلب الميه، بيبقى سهل ولطيف معاكي، ويبقى ايه الواحده تطلع بوحدتها، وبعد كده تلاقيه بيلمع في الحله كده وشكله جميل. عايزه اقول لكم هنا بقى ان الشوربه بتاعت اللحمه ما تحطي فيها جزر بصل فلفل حبايه طماطم، بتبقى بتوديها في حته تانية. القعده بتاعت الحله بتاعت ورق العنب دي اهم من ورق العنب نفسه. حطيت فيها طماطم بصل جزر شويه فلفل،
شايفين ورق العنب والله ما في حبايه خارجه ازاي، ما شاء الله اللهم بارك. الخلطه مظبوطه، الحشو مظبوط. بلاش يا جماعه نعمل ورق العنب كور، والله بشوف ناس عاملاه كور، بلاش. والله سهل جدا انك تعمليه صابع بصابع ويطلع معاكي شيك، يشرفك قدام جوزك، قدام نسايبك، قدام اي حد انت بتعمليه قدام عزومه. بلاش الكور اللي احنا بنعملها. الشوربه سقيتها لحد هنا، في ناس بتزود عن كده، في ناس بتقلل على كده، وانا بعمله لحد هنا.